Several banks and building societies in the UK have shut down a number of branches and ATMs across the country. Banking giant HSBC will close 82 of its UK-based branches. The bank will be left with slightly over 500 branches following the phased closure throughout the year. ده فيديو زي ما شفتوا كده صغير جدا بيتكلم على البنوك اللي بتقفل حوالين العالم، وده مش في دولة واحدة، ده في كل دول العالم. في الوطن العربي في بنوك كتيرة جدا قفلت فروعها واتحولت لديجيتال بالكامل. في دول موجود فيها البنوك موجودة بشكل ديجيتال فقط ومش موجودة بشكل فروع ابدا، مجرد ان هم بيوفروا ماكينات للعملاء، اي معاملات مطلوبة، طباعة اوراق، اي حاجة، لدرجة ان كشف الحساب والاوراق البنكية كلها بقت بتطبع عن طريق ماكينات بتبقى متوصلة ببرينتر، وانت بتختار الخدمة وبتحصل عليها. فشبه انت مش بتبقى محتاج الفرع غير في حاجات قليلة جدا، وده خارج مصر. طبعا احنا زي ما قلنا بالنسبة لمصر هنتكلم عليه في الاخر. سيستم المدفوعات حاليا عالميا كله بيتحول للديجيتال او للتقني، للجانب التقني. مفيش حاجة هتكون موجودة اسمها تروح الفرع وتنتظر عدد ساعات طويلة وتقعد تاخد دور، والكلام الفاضي ده مش هيكون موجود تماما. التعاملات الكاش برضو اللي موجودة حاليا كلها مش هتكون موجودة. حتى وقت التحويلات اللي بياخد باليوم واليومين ده مش هيكون موجود. الاتجاه العام كله بيقول ان الاتجاه هيكون للمحافظ الالكترونية اللي بتتربط بوسيلة او باخرى عن طريق البطاقات البنكية، وبيتم بيها الدفع في نفس اللحظة. تعالوا كده شوف الفيديو ده في الصين. الناس دي كانت بتعمل مشتريات بشكل طبيعي جدا، بتعمله حاليا حتى موضوع الكيو ار كود ده حاليا بقى قديم شوية، بس ده الدفع مثلا كان بيتم عن طريق الكيو ار كود. مجرد ان هي بتربط البطاقة بتاعة البنك بالوالت او المحفظة اللي عندها، وبتدفع عن طريق الوالت اللي عندها على الموبايل، عن طريق انها بتعمل اسكان او مسح للكود اللي بيظهر فقط، والدفع بيتم للميرشنت والموضوع انتهى. تطبيقات بقى زي علي باي، زي عندنا في مصر في انستا باي، جوجل باي، وابل باي، وسامسونج باي. كل دي تطبيقات وولتس بتسجل عليها البطاقات وبتدفع عن طريقها للاماكن اللي انت هتعمل منها مشتريات. خليني اوريكم كده عشان الفيديو برضو ما يطولش مننا جامد، خليني اوريكم كده التكنولوجيا دي رايحة لفين. الفيديو ده هيوريكم ان في الصين حاليا هما بيدفعوا عن طريق بصمة الوجه. تخيل انت هتدفع عن طريق بصمة الوجه، يعني مش والت ومش كيو ار كود، لا، هو الوالت بتاعتك او محفظتك متعرفة على وجهك، على وشك، وانت هتدفع عن طريق ان الابليكيشن بس بيشوف الوش، بيتأكد ان انت الدفع بيتم وخلاص كده. ده اخر تكنولوجيا موجودة حاليا في الصين، والله اعلم بعد كده هيكون في ايه. نرجع بقى للسؤال المهم اللي احنا سألناه في الاول، طيب ده ممكن يبقى تأثيره ايه؟ الحقيقة مفيش ملامح واضحة قوي للموضوع ده، بس اللي نقدر نقوله ان في وظائف كتير هتختفي. وظائف زي ايه؟ وظائف زي الموظفين كلهم الفرع اللي المرتبطين بالاوراق، او شغلهم مرتبط بورق او تعاملات كاش، وظائفهم او الطلب عليهم هيقل مستقبلا. زي التيلر، زي الناس اللي بتقف على الطبعة، زي حتى خدمات العملاء، الكاستمر سيرفيس ده هيقل. في خدمات تانية في المقابل بيبقى عليها طلب والبنوك ما زالت بتحتفظ بيها، زي مثلا خدمات الكول سنتر، دي لازم تكون موجودة. بالرغم ان في بعض البنوك كمان طبقت منها حاجات ديجيتال، وانتوا بتشوفوا الرد الآلي اللي في اغلب الخدمات لما بتتصل دلوقتي بيحاول بقدر الامكان يخلص معاك المشكلة عن طريق مجرد اوامر بيقولها لك، او لستة بتكون موجودة عنده وبيعرضها عليك وانت بتختار المشكلة وهو بيقول لك الحل. بس مازال برضو الكول سنتر لازم في شخص فيه، لازم يكون انتراكشن او تفاعل مع شخص يتكلم معاه، عشان لو المشكلة ملهاش حل او بتحتاج استثناء، اكيد السيستم او التكنولوجي مش هتفهم الكلام ده، فبتحتاج تتكلم مع شخص. بشكل عام الموضوع كله هيبقى في اقسام او في وظائف هتختفي تماما، وفي وظائف هتندرج وهتقل الطلب عليها، وفي وظائف هتفضل مكملة شوية لحد ما نشوف الدنيا رايحة فين. تابعونا علشان الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. لو عندكم اي سؤال او عندكم اي فكرة او انتوا شفتوا تكنولوجيا احدث من كده في العالم، انا بصراحة كنت مبهور جدا من موضوع المحافظ الالكترونية اللي مربوطة ببصمة الوش وبيدفعوا بيها بره في الصين. بصراحة كانت حاجة تكنولوجيا فظيعة يعني.
لو عندكم اي تعليقات سيبوها لي في التعليقات، لو محتاجين اي محتوى او بتسألوا على حاجة معينة سيبولي برضو في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله.